جولة اليوم غادي تكون في درب الراوية بحومة بوب دكالة. انا بوبي خالد وهذه قناة ديالي خاصة بتاريخ مدينة مراكش. درب الراوية عنده جوج مدخلين، مدخل محسوب على زنقة فاطمة الزهراء ومدخل محسوب على طوالة الرميلة وبالضبط بجانب حمام دار الباشا. واما السيدة فاطمة الزهراء فهي مناضلة كتنتمي لحزب الاستقلال، وملي فرنسا اعلنت على انجلائها خرجت مع الشباب كيحتفلوا، وديك الساعة باقي الجنود السنغاليين ما وصلهمش الامر بوقف اطلاق النار، وبالتالي طلقوا النار عليهم رحمهم الله. واما الرميلة تسمات على السيد الرميلي، والرميلي هو احد تلاميذات سيدي عبد العزيز الدباح واللي مدفون قدام فحل الزفريتي اللي سبق وهضرنا عليه. درب الراوية عنده تاريخ كباقي دروبات مدينة مراكش العتيقة، والراوية هي واحد تقنية توزيع الماء، وحسب التاريخ الشفوي انه قدام الدرب كانت واحد الخطارة، وتعتبر درب الراوية من الدروبة اللي احتضنت مجموعة من الفقهاء والأدباء والمثقفين والفنانة والرياضيين والمناضلين، وهو مقابل لسور الستينية، وهو فين تأسست فرقة المشاعل اللي صبح سميتها اسم ألوان. فهذا الدرب كان المختار السوسي رحمه الله كيستمع الباشا إدريس منه وتسجل داكشي اللي تيملي عليه على الحكومة زمن الاستخواء. وهذا الدرب سكن فيه الباشا إدريس منه وعائلة العدل وعائلة بشار، كذلك سكنت فيه عائلة بادي وعائلة شلخاني وعائلة صفادي وعائلة إيزيكي، وما نساوش عائلة قداس وهي عائلة رياضية بامتياز، وكذلك عائلة الماسيم. وما نساوش بعض الشخصيات مثل غريغار والدفاني والمنزي وغوغو والخليفي والجيراري وآيت معطلة حمودة قدام دليلي عزيز بالي، وكذلك أبلا عزيز والزجال مصطفى المزوغي ومانطلة. والشكر موصول صديقي مصطفى الفاطمي على المشاركة ديالو للذكريات معنا، فرحم الله من مات منهم وأطال الله في عمر الأحياء وأمدهم بموفور الصحة. وكنعتذر إلا نسيت ما قلتش شي عائلة، وحتى تكتبوها ليا في التعاليق وشاركوا معايا ذكرياتكم مع الدرب، وما تنساوش تكتبوا ليا شي درب اللي تبغيو نصوروا لكم من هنا لقدام. والى هنا تنتهي جولتنا، معكم بوبي خالد.